السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا مشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن وخارج بلدنا الحبيب في هذه الإطلالة الخفيفة اللي غنفتتحوا بها محاور هذا الأسبوع بمشيئة السميع العليم، وغنمشيو لواحد المحور كنعتقد البارح كان هو الحديث ديال وسائل الإعلام الهولندية وحتى بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي تولي اهتماما كبيرا بالمواهب المغربية والنجوم الذين يبصمون اليوم أو مرشحون باش يكونوا في الواجهة الأوروبية ميغا ستار او نجوم مرشحون لينازعوا على الجوائز الفرديه الكبيره. هذا اللاعب اللي غنهضر عليه اليوم هو لاعب بحال اليوم من العام اللي داز، سبحان الله العظيم، في نفس الشهر في نفس الفتره بحال هذا الوقيته هذه من العام اللي داز كنت على اتصال بالمحيط والوالد ديالو من اجل متابعه الملف ديالو، وكان على بعد خطوه قصيره من الانضمام الى قلعه ريال مدريد، ووصل للعاصمه مدريد وما ترجمش الحلم ديالو الكبير باش يلعب، لانه وقعت هناك اشياء بقى الى غايه اللحظه غامضه، وكان الحلم ديالو هو يلعب هو وخاه. وبخلاف ما راج بان هناك التقرير الطبي او اشياء من هذا القبيل كنا واكبناها في الحين، بحال القصه اللي كاينه اليوم ديال نايف اكرد، ما كاينش حتى شي حاجه مرتبطه بالوضع الصحي او ما يشابه ذلك، وبالتالي كان هناك اختلاف بحال اللي حدث اليوم مع ريال مدريد، بحال اللي حدث مع الصفقه ديال رودري او الكثير من الصفقات. هذا اللاعب هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، هذا السيد اللي من موراي محمد وهبي اليوم يجلس على الطاوله، وكنتذكروا القصه ديال الكاستينغ اللي كان دار قبل كاس العالم. هذا اللاعب الا مشينا للمنطق وغنحاول نضرب شويه وراعينا المعايير اللي كنعرفوا جميعنا ديال الجلد المدور ديال الكره، هذا اللاعب خصو يكون بحال اليوم الشهر الماجي ان شاء الله عاوتاني بحال اليوم خصو يكون داخل مجمع محمد السادس باش يوجد الماتشات ديال الكان او التصفيات ديال الكان مع الكابون والوسط. وشكون هو هذا اللاعب؟ كنظن بانكم تعرفتوا عليه، ولكن دعونا نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى البشير النذير السراج المنير، نحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مابقاوش ندوروا في دائره مغلقه، الامور باينه. الامر يتعلق بالموهبه عبد الله وزان، عبد الله وزان اللي هذه تقريبا فتره شهر، واللعابه اللي كانوا كيوجدوا اللعابه ديال ليكيب ناسيونال اللي كانوا رجعوا من لا كوب دي موند، او اللعابه اللي ما سعفهمش الحظ باش يمشيو لا كوب دي موند، كل واحد كيتضارب على راسو باش يفرض المكانه ديالو داخل ناديه، او كل واحد كيقلب على راسو. هذا السيد هذا دخل في الاجواء بسرعه مذهله داخل نادي لاجاكس اللي هو الفرقه ديالو السابقه، ولكن بموجب عقد جديد ما كتب شيء. الريال ما عندهاش الدراس ديال هذا، والله ما عندها بالله. الريال اللي يعني شيء غريب جدا، وهذا قوس من خلاله نتوجه بالتهنئه العشاق ديال نادي برشلونه على الصفقه ديال رودري. تبعت البارح انا ولدنا ابراهيم دياز مع السي مورينيو في المباراه ديال شارك 04 شارك 04 الالماني، واحد من الانديه العريقه في المانيا، الانتصار ديال الريال، الحضور ديال ابراهيم اللي ديجا حضر في الكاس ديال تيريزا كونتر ديبورتيفو لا كورون وماركا عن طريق واحد الهجمه مرتده، دار واحد خداه من عند الحارس لونين، ما عطاهلو حتى واحد، عطاه له لونين درم فيه في نص التيران ومشى ماركا. ابراهيم دياز ريال مدريد اللي كنهضر عليها فرطت في اللاعب الرودري وخلته لبرشلونه، ومددات اللاعب فينيسيوس جونيور، هذه غير على سبيل البسط مع الخوت. كيعرفوا بانني اعشق ريال مدريد، ولكن كنعشق الكره الجميله، وكنعترف الا كانت شي صفقه مدويه راه حشومه على بيريز يسمح في يعني داك التلوث اللي عنده في وسط الميدان بالتواجد الثنائي ديال فرنسا. واليوم انا غنلوم مورينيو اللي كيتعتبر هو الامير الناهي باش يخلي كامافينغا بالكوارث ديالو تلف الكره بكل ما تحمله الكلمه ديال تلفها من معنى، وشواميني، ويخلي رودري البرشلون. برشلونه عندها لعابه اولمو، عندها بيدري، وعندها غافي، وعندها فيرمين لوبيز، عندها وسط الميدان ديال المنتخب الاسباني اللي تقدر تنافس به هذا العام على الصعيد الاوروبي. في الوقت اللي ريال مدريد الخلل كله كان بعد الرحيل ديال لوكا مودريتش وطوني كروس هو وسط الميدان وما صلحوش، وكيمشي كيتضارب على دياموندي ب 130 مليار، وفينيسيوس يجدد ليه، هذا غير قوس. ولكن هذا كله من سعد ولدنا اللي كتشوفوه خلفي في الصوره ايوب بوعدي، اللي ربما بعد الهزيمه اللي حتى البارح النادي مانشستر سيتي بثلاثيه في كاس الدرع الخيريه، مشى من القرع اللي كان تحيه لكل واحد قرع اللي هو بيب غوارديولا، وجابوا قرع ماريسكا، ولكن فرق كبير بالخروج ديال رودري والخروج ديال بيب غوارديولا. مانشستر سيتي ربما ترجع لسباقتها القديمه، الفتره اللي كانت قبل بيليغريني وكانت قبل مانشيني، وعلى الخصوص الفتره اللي كانت قبل حضور او قبل حضور بيب غوارديولا. ما كانش مانشستر سيتي ما عندهاش تاريخ على الصعيد الانجليزي، بخلاف ليفربول، بخلاف مانشستر يونايتد، وحتى تشيلسي والارسنال. نبقاو في ولدنا بعبد الله وزان. عبد الله وزان بحال هاد الوقيته غيمشي لريال مدريد. البارح ورك على كره من نص تيران او من 35 متر في المرمى ديال هيرنيفن ولصقها في الزاويه 90.
شفناه في المباراه التحضيريه مع بيرلي ماركا، وشفناه في المباريات هذاك لانتير توتو اللي كان شحال هادي، او الدور التمهيدي لو تور بريليمينير اللي تيكون يعني في الدور الاوروبي دار ماتشات كبار. البعض قال بانه مقيد مع ليكيب الثاني ديال لاجاكس، ولكن عرفتوا شكون اللي تيدرب لاجاكس؟ هو ميغيل انخيل مونيوز ميتشيل اللي كان تيدرب جيرونا العام اللي داز. وهذا غيلقي لنا، غادي نلاقيو السلوكه كما تنقولوا بالدارجه ما بين عبد الله وزان وميخيل انخيل مونيوز ميتشيل، المدرب السابق ديال جيرونا اللي تحصل معه على اكبر انجاز في التاريخ ديال لا ليغا العام اللي قبل هذا، واللي كان مشى بهم الشامبيونز ليغ خلف ريال مدريد وبرشلونه، وهو اللي كان تيدرب عز الدين أناحي. وفينا هو عز الدين أناحي اليوم من هذه القصه ومن هذا الحديث اللي كنهضروا على وزان وكنهضروا على اللاعب عز الدين أناحي. اليوم غنهضر على وزان اللي بصم البارح على حضور قوي جدا. وسائل الاعلام الهولنديه رجعت الصفحات الاولى ديالها باش تهضر وكتضغط مجددا، وكان محور نقاش في العديد من البلاطوات، وانا كنت جريت اتصال مع بعض الاشخاص اللي كانوا واثق فيهم وعندهم قرب من عبد الله وزان وقرب من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من بعد ما راج هذا البوليميك وهذا الضجيج، واطلعت على طبيعه البرامج الشتاء كيهضروا بواحد الجديه مطلقه. عبد الله وزان خصو يلتحق بالمجموعه ديال المنتخب ديال هولندا الطواحن الهواء اللي قصيناهم في لاكوب دي موند، ويستغلوا بانه ما لعبش 3 الماتشات. التحري تعذر عليا نتوصل مع باه السي الحسين وزان لظروف او اكراهات مرتبطه به هو شخصيا، ولكن ابلغت من الدائره المحيطه به بان اللاعب لي فريق او المنتخب الهولندي هو من قبيل المستحيلات، وان عبد الله وزان لا يملك الشرط ديال 3 المباريات مع ليكيب ناسيونال، وغادي يملكها في المعسكر القادم بمشيئه السميع العليم مع الغابون ومع لوسوتو، ومباراه وديه اخرى غتكون ذات طبيعه رسميه معترف بها مع الفيفا هي المكسيك هي كولومبيا. وبالتالي غنغيزوا وغنطرقوا هذا المسمار اللي ما تطرقش شحال هذه، وما بقاش مجال النقاش بان الولد 17 عام او 16 عام. هذه الهضره ما بقاتش عندها فين دار في الكره المغربيه. خصنا نغلقوا هذا المحضر ونسدوا هذا النقاش من الاصل. مجرد الخوض بان لاعب 16 17 عام، انا ماذا بيا نشوف الرباج هذا العام الا تعطاتو الفرصه مع تشافي الونزو ولعبوا مع ليكيب ديال تشيلسي، ماذا بيا السي محمد وهبي اللي هو كان قريب من اللعبه، كان تيلعب اللعبه ديال 16، لانه كان مدرب ديال الاوديسات، والاوديسات كانوا تيلعبوا معاه اللعبه ديال 16 عام. وباش نحط الجمهور المغربي في الصوره، عبد الله وزان لعب مع محمد وهبي وهو عنده 15 عام، راه كان اصغر لاعب في الفئه ديال اقل من 17 عام هو عبد الله وزان. خوه زكريا كانت عنده 17 وهو كانت عنده 15 عام، بيناتهم عامين، وكان تيلعب مع الاوديسات. يعني هو واحد اللاعب فايت السن ديالو بواحد السنتين 3. لان هذه القصه ديال اننا باقي صغير وهذه فوتت علينا الكثير من العناصر. اليوم انا غتشوفوني غنهضر على الخديم وغنهضر على ازنو وغنهضر على هذا الوليد هذا بحال شمس الدين الطالبي اللي جبناه ب 18 عام، وبحال الياس بن الصغير اللي جبناه ب 18 عام، وبحال الكثير من العناصر كما قلت لكم ايوب بوعدي وهادو. اليوم الحديث على لعابه 16 17 عام ما بقاش عنده غطاء ديال التبرير بانه باقي صغير ما ندمجوش في ليكيبا. وحنا فتحنا واحد الفجوه على المنتخب الهولندي باش يناقش او يزيد او يحلم اضغاث احلام شغلو ماذا غادي نطرقوا هذا المسمار. ولان الشيء بالشيء يذكر، فانا بغيت نقول لكم من جيت في بدايه الحلقه كنهضر على هذا الشيء اللي رايج في البوليميك الهولندي مع ان ما نديروا به. اليوم انا متبع واحد العناصر اللي كاينه في هولندا اللي السي محمد وهبي وتابعوها، من الهورموز ديال فاينورد، من مجموعه من العناصر. خلي بونيده تيبرا كنهضروا على صهيب درويش اللي ما خداش بلاصتو في لاكوب دي موند لان مشى بلاصتو الطالبي او شيء من هذا القبيل، او السباعي دابا ما غنرجعوش للقديم. الحديث على الانتقال ديالو لانجلتير، ولكن كاينه نقيلات هولندا من بينها اللاعب الزواني الظهير الايسر ديال لاجاكس. وغيكون هناك توجه من ناخبنا الوطني في الفتره الماجيه بمشيئه الله تعالى من بعد البدايه ديال البطولات الاوروبيه قبل الكونسونطراسيون اللي غتكون في الثلث الثالث من شهر يناير، باش يستقطب وجوه جديده اللي غيدير من خلال رتوشات ويجبد واحد الغربال، وذاك الغربال غطيح منه الكثير من العناصر التي شاركت في كاس العالم. انا اليوم الحلقه بغيت نخصصها على وسط الميدان ديال فريقنا الوطني. وسط الميدان كنت هضرت عليه ديجا، الا كانوا شي حوايج احيانا تثير في داخلنا الكثير من الهواجس، من الخليفه ديال بونو او قطب الدفاع بالوضعيه ديال نايف اكرد 30 عام اللي عند سي عيسى ديوب شادي رياض باش ما يتصابش لينا حل لا يقنع باعو في بدايه موسم متوسطه اي تبدلال. اليوم كتكون عندنا، ولكن باش نهضروا ونقولوا عاوتاني راه عندنا وسط ميدان كيخلع. وسط الميدان اللي فيه بوعدي اللي القيمه التسويقيه ديالو 100 مليار سنتيم، ومرشح باش يعوض افضل لاعب في كاس العالم اللي هو الرودري المنتقل الى برشلونه من مانشستر سيتي. هذه وحدها تغني عن كل تعليق. زائد اللاعب العنوي اللي ما كنتسناوش حنا من كاع سبيريني ديال لا سيد روما باش يقول لنا واش
العينوي صالح ولا ما صالحش، القيمه ديال الولد شفناها وعيرناه بالعيار مع ليكيب ناسيونال. 16 مباراه متتاليه باداء قوي جدا، بزوج ديال الاهداف وثلاثه المساهمات، وعنصر لا محيد عنه داخل الوسط الميدان ديال الفريق الوطني. الدوبل بيفو ديال الفريق الوطني اللي كان تيحلم به محمد وهبي باش يكرر القصه ديال بيار والخليفي. حتى الخليفي دابا راه بادي بدايه قويه مع شارلو لوا في بلجيكا، واللي كان من الابطال ديال كاس العالم. الصادق اللي تيهضروا عليه النانت، يعني تنقول لكم ما غاديش يهزوا الوليدات ديال الشيلي كلهم وغيدمجهم. عنده اللاعبين اللي جايين بالتدريج. ومني كنهضر على بوعدي زائد العيناوي، ما خصنيش ننسى واحد العنصر اللي كنا تنهضروا عليه قبل ما يجيبوا عدي، وكنا تنقولوا فلته من الفلتات، اللي هو سمير المرابط، اللاعب ديال ستراسبورغ، اللي هناك حديث قوي اليوم عليه باش يمشي لايبزيك الالماني. الا هضرنا عليه ما نساوش بلال الخنوس اللي وقع على كاس العالم من العيار الثقيل. بلال الخنوس كنعتقد من سلطنا الضوء على الحاج نصير المزراوي وعلى ياسين بونو وعلى الاداء ديال عيسى ديوب وعلى الاداء ديال العيناوي وحتى الاداء ديال بوعدي والصباري، راه ما هضرناش على بلال الخنوس اللي تولى دور قوي جدا على مستوى التغطيه على الغياب ديال عبد الصمد الزلزولي واجاد، وكان من العناصر المميزه وقدم كاس العالم للتاريخ بلال الخنوس. اذا عندنا الخنوس وعندنا المرابط وعندنا بوعدي والعيناوي. فينا هو أوناحي. اليوم انا كنتفاجئ بان أوناحي باقي في جيرونا، السيري او الليغا الثانيه سيكوندا بدات، ولعب الفريق ديالو تعادل مع النادي ديال ليغانيس اللي كيضم ياسين قشطه او قشطه، اللاعب اللي كان عند المنتخب الاولمبي السابق. ما لعبش اللاعب ديالنا عز الدين أوناحي. انا كنتفاجئ لانني كنت سمعت اخبار ربطت اللاعب عز الدين أوناحي بالانتقال الى نادي اجاكس امستردام، وربط المعطيات على اعتبار ان المدرب ديالو اللي دربو ذاك العام واللي كان السبب ديالو في ضمه من نادي باناتينايكوس اليوناني اللي هو ميتشيل راه هو اللي بغاه. ومني كنشوفوا السعر ديالو داخل نادي جيرونا 25 مليون اورو، وولدنا 26 27 عام، ولو طالون والموهبه والنحله ولا دير باس والشوفه وقلب شقلب والبيض غتيتلاح وما تعطاش فيه 25 مليار. كتسائل مني كتشوف رودري بالرباط الصليبي وبالاصابه المتراكمه والاصابه الجراحه اللي عنده على الظهر و30 عام 31 عام وتباع النادي برشلونه ب 80 مليون اورو، كتسائل. انا ما غنقهرلكش رودري بعز الدين أوناحي، ولكن دويو علينا وجيو علينا واش هذا كله فرق؟ هذاك راه 30 عام وبليسي ولا الكارير ديالو قرب يسالي. عز الدين أوناحي في الذروه في النضج ديالو ما يساويش 25. غتقول لي وانا مالي سير قول الانديه الاوروبيه. نقول لك هذا المعيار ديال الجنسيه وتدخلوا داك الاعتبارات ماشي عنصريه، النظره الدونيه او الباسبور الجواز الاوروبي، وكنعتقد عز الدين أوناحي ما عندوش هذا الاشكال، قادره في الدين ديالو. هذا الولد ما تباعش مور قطر وما تباعش مور المونديال ديال الامريكان، وكان مميز وماركا دوبلي اللي ما ماركاش في قطر. قطر راه زيرو بيت، وكان انيق على مستوى المنتخب الاسباني وعلى مستوى التمرير واثار الانتباه. سيدي دابا راه مع كندا ماركا دوبلي وعطى ديزاسيست وكان شعله من النشاط. علاش ما تباعش؟ واش هذا السعر ديالو ما لقى حتى واحد اللي يحركه؟ مره ربطوه ببرشلونه، مره ربطوه بريال مدريد، ويتحرك غير الاتليتيكو ويمشي غير بيلباو. خاطر ليا بيلباو ما كانش راه شرات سندي مغربي ويمشي الانديه. واش بقى في جيرونا؟ لا يليق. وشويه كانوا تيهضروا على انه ولد ولد كريف، يوهان كريف، جوردي كريف هو المدير الاداري او الريادي النادي لاجاكس. قلت بانه كيشوف فيه الشوفه ديال لاجاكس، وهذا هو الولد اللي يصلح لاجاكس. وتمنيته يلتحق بلاجاكس باش يدير لنا طونديم عز الدين أوناحي وعبد الله وزان، الحماق ديال الكره، الروعه اللي كتمنى الفريق الوطني. صحيح ان اللاعب عبد الله وزان 17 عام، وقال لك البارح دار واحد التصريح خلى وسائل الاعلام الهولنديه حيره. عبد الله وزان قال لهم انا غير راضي على الاداء ديالو هذا البيت وباش يكبر بخوه، وهذه داخله في الاصول ديال التربيه ديال ولد خونا الحسين الله يصلحهم جميعا. قال لهم هادشي تعلمته من خويا زكريا، حيت خوه غير باش نذكروا راه كنا تنشوفوا فيه الخليفه ديال يوسف النصيري، هو اللي كطلع بالراس مع المنتخب ديال الجيري ومع المنتخبات اللي كنا لعبنا في الدوره ديال الشان او الدوره ديال اقل من 23 عام، ماشي الشان عفوا 23 عام في الجيري اللي كنا جينا في الوصافه خلف السنغال، وكان ماركا 3 البيوت زكريا وزان، واختير في الكثير من المرات افضل لاعب حتى هو بالراس ما شاء الله. قال لهم هادشي تعلمته من خاي. وكنعاود ناكد لكم راه من الاسباب ديال ايجاد الصفقه هو ان باه كان بغى يلعب هو وخاه بجوج، ما كاين لا عارض طبي ولا بالدليل هو تيلعب اليوم في الليفل العالي في النيفو الكبير مع لاجاكس ديال امستردام، غيلعب اوروبيا وغيلعب في الايرديفيزي وغيلعب ما شاء الله. شنو لاجاكس ما عندهاش طبيب ولا لاجاكس ما كدوش شيء؟ اذا الامور مرتبطه بان ريال مدريد ما عندهاش مع النقيلات، ما عندهاش مع المواهب. خصها تجيب لاعب ب 100 مليار ولا لاعب بالمجان، يا تقدم في اللعابه ديال 100 مليار وما اكثرهم، يا تجيب شي لاعب بالمجان وتخليه تما وتعاود هذه. انا ماشي شغلي في الريال هي اللي خسرت عبد الله وزان، وكان الاول الحلم ديالو يلعب تما. ولكن انا بالنسبه لي برز المكانه ديالو مع لاجاكس هذا العام وغتفرجوا
بارسلون والمانشستر سيتي والارسنال، الفرق اللي كيلعبوا بهم بحال هاد اللعابه غادي نكسبوا لاعب المستقبل بمشيئه الله تعالى ان شاء الله الرحمن الرحيم. ماشي انا كنعرفو شحال هادي، وكنعرف المحيط والبيئه والاب ديالو وصديق الطفوله واعتز بهذا، هو نعم التربيه، وكنطمع الجمهور المغربي على مسؤوليتي وعلى ذمتي. عبد الله وزان واخا بقى يتسنى ما يجيبوش محمد وهبي، رغم ان محمد وهبي خصو يجيبو. هاد القضيه ديال شم الريحه والصغير ما غتبقاش، والا فليتحمل كل مدرب كيدرب الفريق الوطني مسؤوليته ولا ضعنا في شي واحد ويأس. راه الدنيا والزمان هذا بنادم يحبط، ولكن كنأكد لكم يحبط ما تعيطلوش يمشي يلعب مع فرقه على برا باش نكونوا واضحين. ما عمرو يلعب مع هولندا، لان عنده واحد الارتباط بالوطن وبالمغرب وبالاصول وبالتقاليد وبالدين وبالبلاد وبالانتوراج لا يتصور. اذا انا منين نجي نطمئنكم بهذا الشكل هذا غنخيو علينا شويه عاوتاني وجيبوا لنا الولد لانه كيستاهل. هذا الولد هضر عليه ارسون فينغير مع المحيط مع جمال فتحي مع القجع مع المدرب نبيل باه، قال لهم هذا راه عندكم الذهب، ما عندكمش الذهب، عندكم زمرد، عندكم الماس. الالماس كنعتذر، الالماس يعني الماسه. هاد الالماسه هذه او هاد الزمرد ولا هاد المحاره ولا هاد النيزك شافوه في ملعب البشير بالمحمديه مع الاو 17 اللي كانت توجات في ابطال افريقيا، وتوج افضل لاعب في القاره الافريقيه. الباسات الكواري في 90 شاعله جايه كيلعب اللاعب بحال تفرج. شوف كاليدونيا النهار اللي دخل ودار داك السلالومات وقلب، ما نبقاش نقول لكم انا ولا كنزينو ولا لاعب طالون بكل ما تحمل الكلمه معنا. فيه شويه من بودرباله، كاين اللي كيقول لك فيه شويه من بيتشو. انا ما تفرجتش في الراحل بيتشو الله يرحمه. كاين اللي تيشوف فيه كل لاعب تيقول لك هذا بيلينغهام، انا ما نبغيش نشبو. وكل لاعب فين كيشوف فيه الختوريه وكيلعب واقف وديرنير باس وعنده واحد لافونتاج، هو متصالح مع المرمى مع الشبكه. هذا زيد نغزى على عز الدين وناحي على مستوى المرمى. الا كنا تنعرفوا داك الضربه ديال المخلب النمير او المغمسه اللي كيضرب، هذا كيبروسي في الزاويه 90 كيعلقها. ورجعوا شوفوا الفيديو عندي واحد الفيديو واحد المونتاج، الا كانت حقوق يعني الملكيه ندوزو لكم في 2 دقائق ونص، كنت توصلت به من الاب ديالو هذه واحد السنتين ملي كان عنده 15 عام. وحنا نتواصل والله العظيم، وسمحوا لي قال له الحلفه ولف. واحد الموهبه خلاقه، شي حاجه ما شاء الرحمن الحماق، ونتمنى يلوحوا في اليوتيوب هو اللي كان عنده راه شي حوايج ثاني مع واحد العبقريه ديال الولد من 7 سنين 9 سنين. هذاك الشيء ديال الكره عطاه له الرحمن ديال الله سبحانه وتعالى على مستوى يعني ماشي شي واحد اللي كيشدها ويعجنها، وماشي شي واحد اللي كيبالغ. هذاك الشيء عنده كيميائي، وقتاش يعطي الباس، وقتاش يشوف الشبكه، وقتاش يشبر معها. بالتالي كيفاش كتشوفوا الفريق الوطني عبد الله وزان واناحي، والى متى عز الدين اناحي غيتباع في المواقع وماشي في الواقع؟ واش ماشي حشومه عز الدين اناحي بقى محسوب على جيرونا؟ هو ما لعبش، هو جيرونا غتلعب. نشوفوا عز الدين اناحي اللي عز الدين اناحي شفناه في كاس العالم في قطر، كان مع من كان قولوا لي هذيك الفرقه اللي كان تيلعب مع اونجي ومع مارسي وما عجبناش، ومشى للباناتينيكوس وما عجبناش، ومشى لجيرونا في الليغا العام اللي داز وما عجبناش. ودابا يولي عندنا عز الدين وناحي بلا يلامان وكيلعب في السيكوندا، ما جاياش ما ساوياش. السي محمد وهبي الكاستينغ الجاي عبد الله وزان خصو يلعب مع الكابون، وخصو يلعب مع لوسوتو، وخصو يلعب المباراه لاميكال الثالث. علاش؟ غير باش نسدوا الضجيج عليه وعلى باه والضغوطات اللي كيتعرضوا ليها في هولندا. هذا راه موهبه 17 عام، غيولي اصغر لاعب في تاريخ كره القدم الوطني في هذا البوست كيدخل في الاجواء. وتذكروه الرباش، ونحن بصدد كنبنيو النواه ديال المونديال ديال 2030. راه السواري اللي عندنا في الميلو تيران نقدر نقول لك ما تعجبكش. عندنا ميلو تيران اللي يقدر يضاهي اسبانيا ويقدر يكون حسن. راك شتو منين ديرها فوين تيبغي يدي كوب دي موند، جلس بيدري ولعب فابيان رويز مع رودريغو مع اللاعب اولمو، دار دخل الفرنساوي ما خلاهمش يشدوا الكره، حرمهم من نقطه القوه ديالهم. الا عندك وسط ميدان قوي ودفاع قوي بلا ما تكون عندك حربه كتماركي هاتريكات وهذه، بالدليل الاسبانيول ماشي اقوى هجوم خلف لونجلتير وفرنسا، وشتو كيفاش داروا والارجنتين وداو كاس العالم. عبد الله وزان واناحي ميلو ديال الهبال، ميلو اللي غادي يخلينا نطلعوا في كاس افريقيا ان شاء الله الرحمن الرحيم بمشيئه الله تعالى. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.